السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض تحلية شتوية كده لذيذة قوي تدفينا في البرد اللي احنا فيه ده. هنعمل طاجن ام علي بطريقة سهلة جدا وبأقل التكاليف وأقل المكونات، بطريقة بسيطة خالص. هيطلع معانا احلى تحلية ناكلها وتدفينا في البرد اللي احنا فيه دوت، وما تاخدش معانا وقت خالص في تحضيرها. سهلة قوي ومكوناتها بسيطة جدا ومش مكلفة خالص. يلا بينا مع بعض نعملها وان شاء الله هتعجبكم. تابعوني لاخر الفيديو. هنجيب طبق الملفيه دوت بيتباع في السوبر ماركت. هنجيبه كده ونكسره في الطاجن بتاعنا. طبعا لازم يكون مقرمش كده، لو حاسين ان هو طري شويه ندخله الفرن لحد ما يتحمص شويه كده عشان يبقى مقرمش وجميل. هنكسره كده في الطاجن، مش هنفتفته قوي، نكسره قطع كده متوسطه الحجم، يعني قطع ظاهره كده عشان ما يبقاش معجن خالص يعني. ونكون محضرين لبن مغلي، يكون مغلي سخن جدا مش دافي، لا يكون مغلي. ونحط عليه السكر ده على حسب التحلية، يعني انا الطاجن ده خد معايا تقريبا 4 معالق سكر. وحاطه كمان على اللبن مكعبين زبدة، وحطيت كمان على الملفيه نفسه معلقتين 3 من الزبدة السايحة كده عشان تديله طعم حلو. ده اللبن زي ما قلت لكم سخن جدا وبيطلع البخار زي ما انتم شايفين، وحاطه عليه مكعبين زبدة ومدوبة فيه السكر اللي انا هضيفه على ام علي. هوزعه كده على الملفيه في الطاجن. ما يخليش اللبن مغطي قوي الملفيه، يعني هو يدوبك مغطيه كده حاجه بسيطه، لكن ما يبقى زياده قوي. طبعا هو حسب الذوق، يعني لو عايزينها فيها صوص كتير زودوا اللبن فيها، عايزينها مظبوطه كده وقوامها مظبوط، انا بحبهاش يبقى فيها صوص كتير قوي. تمام. وهحط على الوش قطع من القشطه كده، ولو ما فيش قطع من القشطه ما فيش مشكله عادي. اهم حاجه طبعا اللبن يكون بخيره كده، يكون دسم ما يكونش خالي الدسم ولا حاجه. وندخلها الفرن يكون سخن، ونسخن الاول يعني، خليهاش تبقى النار شغاله عليها من تحت كتير عشان ما يشربش اللبن كله. اهم حاجه بس نشغل عليها الشوايه عشان تخلي الوش احمر. ده طاجن صغير كده كملت عليه حطيت شويه ملفيه فيه. ما نخليش طبقة الملفيه تكون تخينة قوي، يعني نحاول ان انا ما كنتش مالية الطبق الاولاني، الطاجن الاولاني كنت حاطة تقريبا نصه زي ما انتم شايفين كده. بعد ما خدت الوش واللون الذهبي الحلو الجميل ده، نرش عليها شوية جوز هند وشوية زبيب، اي مكسرات موجودة عندكم. عايزين تحطوا المكسرات مع الملفيه قبل ما يدخل الفرن مع اللبن ماشي، عايزين تحطوه على الوش ماشي، اللي انتوا عايزينه حطوه. والطاجن الصغير ده انا حطيت عليه نوتيلا وفراولايه كده زي ما انتم شايفين، زينوها زي ما انتم عايزين يعني، ده ذوقكم يعني وبراحتكم يعني. بس هي ما بتاخدش في الفرن اكتر من 10 دقايق وكانت جاهزة معانا، وكان طعمها بجد حلو جدا. ودفتنا جدا في الجو البرد اللي احنا فيه دوت، وهتعجبكم جدا. وان شاء الله ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك لو الفيديو عجبكم. يلا بالهنا والشفا.